عبدو حكمي، يعني اشتغلتوا في اخر الموسم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 3 نقاط. وزي ما تقول اخر الموسم جت لها طعم حلاوه صراحه. الفوز 3 مباريات الاخيره، ونقول الحمد لله. يمكن النتائج الايجابيه هذه تهدي الضغط الجماهيري عليكم عن موسم غير راضين عليه انتم كلعيبه ايضا. والله صراحه بدايه الموسم ما كنا راضيين عن انفسنا صراحه، لكن زي ما انت شايف يعني اخر 4 مباريات او 5، يعني زي ما تقول نجوم الرائد كانوا قد كلمتهم، لعيبه واداره ومدربين. والحمد لله قاعدين زي ما تقول من فوز الى فوز، ومن طموحنا كل ما يجي له يكبر يعني. اليوم النتيجه الايجابيه يمكن ريحتكم كثير في موقعكم في دوري الزين وبعدتكم عن موضوع شبح الهبوط عفوا. ويمكن قريبين بعض الاحيان، يمكن يعني الوضع مو مطمن. لكن من خلال النتيجه الايجابيه ممكن لقاءات الرائد القادمه 3 مباريات على ارضكم ممكن يكون فيها تراخي بسبب هذه النتيجه. لا لا بالعكس، يعني احنا كل مباراه يعني حق مشروع لنا ان نصنع 3 نقاط. وزي ما انت شايف يعني المباراه الجايه مباراه ضد فريق كبير اللي هو نادي الاهلي، ومن حقنا نطمح ل3 نقاط يعني لأن نحسن وضعنا في الدوري. وما في شيء صعب يعني برضو ان احنا نبغى نفوز نجيب 3 نقاط عشان نخش دوري الابطال ان شاء الله. يعني نقطيا ونفسيا بالنسبه لكم مباراتكم امام الاهلي. شيء طبيعي يعني ان راح نفكر في 3 نقاط وشيء، منافس على البطوله. ومنافس على البطوله وشيء مشروع لنا ان نفكر في 3 نقاط يعني. يعني اسمع من نبرتك انه في تحدي والاهلي وفرصه ايضا لمراضاه الجمهور. اكيد يعني فرصه انك تلعب ضد فريق كبير يعني، والكل يطمح انه يشارك في مباراه مثل هذه. وان شاء الله باذن ربي يوفقنا يعني على ارضنا وبين جمهورنا نصالح فيها جمهورنا اساسا. اخيرا ايش بتسوون مع محمد والبوت؟ والله صعب خليه ينام فيه صراحه، ما دام يسجل اهداف لازم ينام فيه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك اخوي. شكرا شكرا.